الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، كردا وعربا في كل مكان، مرحبا. طبعا الإعلام والسوشيال ميديا مطبول بنداء أوجلان التاريخي اللي أطلقه وناب عنه في التصريح عن هذا النداء وفد حزب الشعوب والسلام والديمقراطية والمساواة وإلى ذلك التركي الموالي لحزب العمال الكردستاني، أو الجناح العلني والرسمي لحزب العمال الكردستاني في البرلمان التركي، ناب عن أوجلان وأطلق هذا النداء. طبعا كان متوقع أن يظهر أوجلان في فيديو يتحدث به، يعني في هذا الفيديو بنفسه عن ندائه ومسوغات هذا النداء. ويعني هذه معلومة أنه أوجلان صور 5 فيديوهات. فيديو مرسل إلى قيادة الحزب في جبال قنديل، فيديو مرسل إلى قيادة الحزب في أوروبا، فيديو مرسل إلى قسد وبيدا ويعني جناح حزب العمال الكردستاني في سوريا، وفيديو مرسل إلى الخاص بالشعب الكردي ككل. يعني مجموعة فيديوهات حسب المعلومات المسربة أنه هي 5 أشرطة أو 5 تسجيلات فيديو تكتم عليها حزب العمال الكردستاني ولم يعلن يعني عن هذه الفيديوهات، والفيديوهات وصلت الحزب. وأنا يعني أعطيكم معلومة موثقة يعني. وحزب الديمقراطية والشعوب أعلن في تصريحات أنه الفيديوهات وصلت، لكن من الذي جعل المؤتمر الصحفي يخرج بهذه الصورة الهزيلة والهزلية وصورة أوجلان وبيعملوا شوية فوتو مونتاج وهن يعني قاعدين حواليه وعم يقرأ، يعني معروف يعني صورة ممنتجة يعني. هذا يعني يشير ويشي بحجم المأزق، وبل يشير إلى الفضيحة يعني داخل حزب العمال الكردستاني أجنحة حزب العمال الكردستاني. بالمحصلة في تقديري أوجلان صرح وأعلن استسلامه الكامل وغير المشروط للدولة التركية. طبعا هذا الاستسلام كان موجود منذ 25 سنة، منذ أن ظهر أوجلان في التسجيل على متن الطائرة وهو يقول: أنا أمي تركية وأريد خدمة تركيا ومصالح تركيا وأنا أحب الشعب التركي. وأوجلان يعني من تشي جيفارا وماو تسي تونغ تحول إلى المهاتما غاندي على متن الطائرة، وهو يفتح عينيه بين أيدي ضباط الاستخبارات التركية الذين يعني أخذوه من نيروبي إلى أنقرة. منذ تلك اللحظة وأوجلان مستسلم تماما للدولة التركية. فيما بعد أيضا عندما ظهر أوجلان في قاعة المحكمة، والكثير لا يعلم أنه محاضر التحقيق في المحكمة هي في متناول حزب العمال الكردستاني، لكن الحزب لم ينشر تفاصيل إفادات أوجلان أمام المحكمة، رغم أنه حزب العمال الكردستاني وفي أدبيات هذا الحزب نشر محاضر التحقيق أمام القضاء التركي، أمام المحاكم التركية لقيادات الحزب المؤسسة: مظلوم دوغان، خيري دورمش، كمال بير. هذه القيادات التي فقدت حياتها سنة 1982 في سجن ديار بكر
الرهيب. الحزب نشر مضمون التحقيقات وكيف تعامل هؤلاء القادة مع الدولة التركية ومع السلطة القضائية التركية أمام المحكمة بمنتهى الشجاعة، بمنتهى البطولة، وبمنتهى الكردية والثورية في سنة 82. وتحول يعني تحولت تلك الإفادات إلى كتيبات وإلى مناشير كنوع من الدعاية الأيديولوجية والسياسية لمقاومات حزب العمال الكردستاني داخل السجون التركية. بينما محاضر التحقيق مع عبد الله أوجلان سنة يعني 99 وحتى محاضر التحقيق أمام القضاء التركي وفي المحكمة هذه مغيبة تماما منذ ذلك الوقت. وأوجلان أعلن استسلامه للمرة الثانية أمام القضاء التركي وفي قاعة المحكمة، واعتذر من أمهات الجنود الأتراك وقت ذاك سنة 2000. يعني الزلمة مهزوم مستسلم منذ ذلك الحين، منذ 25 سنة وأوجلان في كنف الدولة التركية وتحت حماية الدولة التركية. والإعلام العربي والباحثين والمتابعين للشأن الكردي والتركي لا يعلمون أن المنطقة الأكثر أمانا وحماية من قبل الدولة التركية هي منطقة جزيرة إمرالي. تعلمون عندما حدث الانقلاب الفاشل في تركيا، جماعة فتح الله غولان على الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان يعني اختفى وتوارى عن الأنظار، وصار يعني يتواصل مع أجهزة الدولة عن طريق السكايب، ويتواصل مع جمهوره وقواعد حزبه الشعبية والجماهير المؤيدة له عن طريق السكايب. لكن منطقة إمرالي، جزيرة إمرالي التي يفترض أن أوجلان موجود فيها، كانت محظية بنوع مهول من الحماية ولا خوف عليها ولا هم يحزنون. مقصدي من الكلام أنه هذا النداء يعني الذي قيل عنه في الإعلام التركي والإعلام الكردي والإعلام العربي على أنه نداء تاريخي، وهو ليس بتاريخي ولا هم يحزنون، والرجل مستسلم ومنهزم منذ لحظة اعتقاله وحتى لحظة إطلاق هذا النداء. والحزب حاول أن يستثمر وجود أوجلان للتعبئة الجماهيرية وتحريك الجماهير وحملات التضامن مع أوجلان ومن هالقصص هي. من جهة أخرى أوجلان في هذا النداء الأخير طالب حزبه بإلقاء السلاح وبحل نفسه. فيما يتعلق بالطلب، طلب أوجلان من الحزب أن يحل نفسه، فهو أيضا طلب قديم. طبعا للذين لا يعرفون وغير مطلعين على أرشيف وتجربة حزب العمال الكردستاني فليسمحوا لي بأن أذكرهم أن أوجلان طالب حزبه في سنة 2000 بأن يحل نفسه، واستجاب الحزب وقت ذاك في مؤتمره إما 8 أو 9، وحل حزب العمال الكردستاني نفسه في ذلك الحزب وغير اسمه إلى مؤتمر الحرية والديمقراطية الكردستاني كادك في المؤتمر أعتقد 9. لكن على أمل أن تستجيب الدولة التركية وتلقي خطوات إصلاحية في هذا الخصوص، ولم يحدث ذلك. أعاد حزب العمال الكردستاني نفسه، يعني إعادة بناء وإعادة تأسيس حزب العمال الكردستاني ليعود إلى الواجهة مرة أخرى بنفس هذا الاسم في 2005. طبعا في هذه الفترة أسس حزب العمال الكردستاني أشياء يعني كان في متاهة اسمية إنجاز التعبير. يعني منظومة المجتمع الكردستاني كي سي كي، هي إحدى أسماء
وتفريخات حزب العمال الكردستاني، ومؤتمر الشعب الكردستاني كونغراغل، وحزب العمال الكردستاني الذي أعلن عن نفسه وأعاد تشكيل نفسه في مؤتمر جديد، مؤتمر إعادة بناء الحزب العمال الكردستاني في 2005 بعد عمليات الانشقاق التي حدثت في الحزب بقيادة عثمان أوجلان شقيق عبد الله أوجلان. يعني قرار أو طلب أو نداء حل الحزب من قبل أوجلان في 2025 يعني هو قرار قديم أطلقه قبل 25 سنة في سنة 2000 واستجاب الحزب وقت ذاك. الآن الموضوع مختلف، هل سيستجيب وكيف وكل هذه التفاصيل، الموضوع مختلف تماما. وسأقول في سياق هذا الحديث وجه الاختلاف بين 2000 و2025 وربع قرن يفصل القرارين يعني أو الطلبين أو الندائين. نقطة أخرى، أوجلان طلب إلقاء السلاح، وأنه خلاص حزب العمال الكردستاني استنفد أسباب وجوده، ما عاد هنالك أسباب وجود لهذا الحزب، وبالتالي ينبغي أن يلقي السلاح، ولا يكتفي فقط بحل نفسه، أن يلقي سلاحه. وإلقاء السلاح قبل أن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه وفق نص النداء، وستجدونه أسفل هذا الفيديو مترجم إلى اللغة العربية. بالمحصلة إلقاء السلاح أيضا طالب به عبد الله أوجلان حزبه في 2013 عندما وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، وأطلق أوجلان في عيد النوروز في 2013 نداء سلميا. وأنا كتبت مقال وقت ذاك، يعني دعمت أوجلان، كتبت مقال في صحيفة الحياة وترجم إلى اللغة التركية أيضا، نوبل للسلام لأوجلان ولأردوغان. هذا المقال نشر في صحيفة الحياة، وبإمكانكم يعني إجراء بحث عن حول المقال وستجدونه، وترجم إلى اللغة التركية ونشر في الإعلام التركي في 2013. طبعا أنا قلت في حال وصلت التسوية السلمية إلى يعني إلى إنجاز حقيقي يضمن للدولة وهيبتها ويضمن للشعب الكردي كرامته وهويته وحقوقه، وقت ذاك يعني طي صفحة الصراع ما بين تركيا وأكرادها سيكون يعني برسم وبتوقيع أوجلان وأردوغان في 2013. مقصدي أنه نداء أوجلان وطلبه من حزبه إلقاء السلاح ليس وليد هذه الفترة، إنما هو تكرار، يعني أعاد تكرار هذا الطلب في 2025، وهو قد أطلق هذا النداء في 2013، والذي يعود إلى تجربة حزب العمال الكردستاني سيعلم أنه هذا الكلام موثق والمعلومة موثقة، ولمن يريد يعني يمكنه التأكد منها. بالمحصلة الموضوعين، موضوع إلقاء السلاح وحل الحزب نفسه، طبعا الفيديوهات وصلت لقيادة الحزب، وقيادة الحزب في الإعلام، وأنا ذكرت باللغتين العربية والكردية أنه ربما بالكردية أكثر، يعني أن الحزب أطلق نداءات استباقية لأوجلان، أنه نحن مع القيادة ونحن مع أوجلان ونحن واثقون من القائد أوجلان وهو قائدنا وهو يفصل ونحن بنلبس وشو ما بده تكرم عينه. فقيادة جبال قنديل أكثر من مرة أصدرت بيان بهذا الخصوص، لكن الموضوع كان مشروط أنه الدولة التركية تلقي خطوات نحو الحل، وأن يكون نزع السلاح يعني في إطار خارطة طريق تحدد للطرفين
الخطوات الواجب اتخاذها. يعني الموضوع ما يكون أحادي الجانب من طرف حزب العمال الكردستاني. تركيا كدولة وكمؤسسات وبرلمان وحكومة ينبغي أن تجري إصلاحات فيما يتعلق في الاعتراف الدستوري بوجود الكرد، وتعريف الهوية التركية بما يتعلق بضمان الحقوق السياسية والثقافية للكرد، بوصفهم شركاء ومواطنين أصلاء في الدولة التركية. وأيضا على الطرف المقابل حزب العمال الكردستاني يقوم بما ينبغي عليه القيام به فيما يتعلق بحل نفسه وإلقاء سلاحه. ومش بس هيك، يعني قيادة حزب العمال الكردستاني طلبت أن يكون هنالك يعني وسيط، يعني مثل الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر أو أي منظمة دولية ترعى وتراقب عملية نزع السلاح. والموضوع ما يكون هيك، يعني أوجلان يأمر ونحن ننفذ. أوجلان أمر والحزب نفذ في سنة 2000، لأنه كان هنالك يعني فترة قريبة من قيادة أوجلان وافتراقه عن قيادة الحزب. الآن 25 سنة وربع قرن، وجميل بايك ومراد كرايلان هما من يديران الحزب سياسيا وتنظيميا وماليا وعسكريا وإعلاميا، كل هذه التفاصيل. وأوجلان مجرد رمز أيديولوجي في السجن. وخلال هال 25 سنة تبلورت الشخصية القيادية لدى جميل بايك، لأنه خرج من تحت عباءة أوجلان أو ديكتاتورية أوجلان التي كان يمارسها على الحزب عندما كان موجودا في دمشق. وبالتالي قيادات الحزب حاليا، رؤوس الحزب حاليا المجتمعة بقيادة الحزب في جبال القنديل، ربما يكون بينها شوية اختلافات، لكن خلال 25 سنة تشكلت لها شخصيتها أنها هي أيضا، بل هي القيادة الحقيقية لحزب العمال الكردستاني وليس أوجلان. وأعتقد أنه ما زال يعني من السابق لأوانه أن قيادة الحزب سترضخ تماما لأوامر عبد الله أوجلان. في تقديري أنه الطبخة بين أوجلان والاستخبارات التركية موجودة من زمان، وكل هذه المساعي هو محاولة إقناع قيادة الحزب من دون أن يكلف ذلك شيئا الدولة التركية. يعني الدولة التركية وعبد الله أوجلان يقول يعني على ضمانتي التاريخية وعلى مسؤوليتي التاريخية. شو على مسؤوليتي التاريخية؟ مسؤوليتك التاريخية أنت ماذا تمثل؟ هل أنت يعني قائد الاستخبارات التركية؟ لا. هل أنت قائد الأركان العامة التركية وقائد الجيش التركي؟ لا. هل أنت رئيس الوزراء التركي؟ لا. هل أنت رئيس الدولة التركية؟ لا. شو على مسؤوليتك التاريخية؟ هذه المسؤولية التاريخية ينبغي أن يقدمها ويطرحها رجب طيب أردوغان رئيس الدولة، وليس عبد الله أوجلان. من أنت حتى يعني تعطي ضمانات حقيقية ومسؤولية تاريخية؟ ماذا لو لم تستجب الدولة التركية يعني لإطار حل أو شكل الحل يرضي الجانب الكردي؟ هذا من جهة. من جهة أخرى حزب العمال الكردستاني هم آلاف من المقاتلين، كيف سيصار إلى تسوية ملفات كل هؤلاء؟ أين يلقوا بأسلحتهم؟ في الوديان، في الأنهار؟ أردوغان يطالبهم بدفن الأسلحة، أين يدفنوا هذه الأسلحة وكيف؟ وفي حال دفنهم لأسلحتهم إلى أين سيتجهون؟ إلى الدولة التركية التي ستعتقلهم. ينبغي أن يكون هنالك عفو عام، ينبغي أن يكون هنالك إصلاحات دستورية، إطلاق سراح السجناء. أنتم لا تريدون إطلاق سراح أوجلان، على الأقل أطلقوا سراح بقية السجناء السياسيين الموجودين، سجناء حزب العمال الكردستاني وسجناء سياسيين آخرين من السجون التركية، لحتى يعني المقاتل الموجود في الجبل يكون يعني مطمئن على حياته في حال ألقى السلاح في الجبال وعاد إلى بيته.
لا يوجد هنالك أي ضمانات في هذا الخصوص. لذلك أنا أسميه نداء إذعان واستسلام تام مبرم من قبل عبد الله أوجلان. وعبد الله أوجلان يحاول يعني ممارسة الضغط الإعلامي والسياسي والأيديولوجي على قيادة الحزب. تنجح مساعيه، تفشل، هذا موضوع آخر. قيادة حزب العمال الكردستاني هي أيضا يعني الآن الظهير المتبقي من داعمي حزب العمال الكردستاني وإيران. إيران تدعم قيادة هذا الحزب، لأنه إيران معروف عنها أنه أمن واستقرار في المنطقة ليس في صالح إيران، لا في سوريا لا في تركيا. دائما المنطقة تكون قلقة، وإلى إيران الفاعل والمؤثر في إشعال الحروب والقلاقل داخل بلدان المنطقة. وبالتالي حزب العمال الكردستاني على علمانيته يحظى بدعم إيراني. بالنتيجة يعني هنالك الآن، وأنا ذكرت في أكثر من مناسبة، يعني هنالك رأسان، وكتبت مقالات في هذا الخصوص، يعني منشورة، يعني أوجلان أردوغانيا وأتاتوركيا. وسأنشر أسفل هذا الفيديو رابط يعني إحدى تلك المقالات التي استبقت إعلان أوجلان استسلامه للدولة التركية. طبعا أوجلان بده ينظر ويفلسف الموضوع ويعطيه يعني على أساس الأرضية الفكرية والسياسية، وهو استسلام. طالما لا يوجد هنالك ضمانات، طالما لا يوجد هنالك إصلاحات، طالما لا يوجد هنالك خارطة طريق حقيقية، ولا يوجد هنالك ضمانات من الدولة الرسمية التركية، فهو يعني ماذا يمكن أن نسمي هذا النداء؟ النداء التاريخي والنداء السلمي والقائد وجلال، هذا كله حكي فاضي. هذا كله حكي فاضي في بازارات السياسة وحل القضايا القومية العالقة ما بيسوى يعني 5 قروش أصلا. يعني عبد الله أوجلان بندائه هذا لحزب العمال الكردستاني، وأنه يجي يستسلم ويلقي السلاح ويحل نفسه، هي نفس ما يطالب به حسن الدغيم من قسد. يعني حسن الدغيم ومجموعته وأركان يعني حكومة أحمد الشرع ما يطالبون به قسد هي نفسها المطالب التركية لحزب العمال الكردستاني عن طريق عبد الله أوجلان: الحل والفسخ والاستسلام والضم. يعني في تركيا يوجد هنالك جيش طبعا، لأنه لو كان في جيش في سوريا لحتى الدغيم ألغى مبدأ أنه قسد تنضم إلى الجيش السوري، لأنه ما في جيش أصلا في تركيا. يعني هذه القوى العسكرية أصلا مش وارد أنه تندمج داخل قوى الأمن الداخلي أو البوليس أو الأمن أو الجيش أو الجندرمة، أي يعني من الأجهزة الأمنية السورية عفوا التركية. مش وارد تماما أنه مقاتلي حزب العمال الكردستاني ينخرطوا ضمن المؤسسات الأمنية والعسكرية التركية أبدا نهائيا، لأنه في جيش وفي دولة وفي دستور وفي برلمان. بس في سوريا ما في شيء، ما في دستور معلق، برلمان ما في، جيش ما في، حكومة حقيقية وشرعية ومنتخبة ما في، رئيس منتخب ما في. بالمحصلة حسن الأوجلاني وعبد الله الدغيم يتلاقيان في خدمة مصالح تركيا. واحد بيطلب من حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح وفسخ نفسه وخلاص، الثاني كمان حسن الدغيم ومن معه يطالبون قسد بحل نفسه وعدم الانضمام إلى الجيش السوري ككتلة، وما في شيء اسمه إدارة ذاتية ولا شرق الفرات، وكل هالقصص هي بطلوها صارت من الماضي. 2، حسن الدغيم حريص على ضم شرق الفرات ومناطق الإدارة الذاتية خدمة للمصالح التركية مش لسوريا، مش لأنه كتير خايف على سوريا ووحدة أراضي سوريا، لا. هؤلاء السوريين أو السوركيين
عندهم بالدرجة الأولى أولوية، يعني تركيا أولا مش سوريا أولا. فبيحاربوا الإدارة الذاتية وبيحاربوا الأتراك لصالح التركي، مش لأنه مقتضيات المصلحة العامة السورية والوطنية الديمقراطية تملي وتوجب وتقتضي محاربة قسد والإدارة الذاتية والحقوق الأكراد والقضية الكردية. لا، كله في صالح يصب في طاحونة التركي مش السوري. وجلان أيضا يعني بوصفه أردوغانيا وبوصفه أتاتوركيا، وأنا وثقت وذكرت ذلك في مقالات سابقة، وأشرت إلى مقال أوجلان أيضا حريص على مصالح تركيا في الأرجنتين، مش بس داخل تركيا، مش بس داخل سوريا، مش بس داخل العراق. لا، هو يطمح، يتحدث كثيرا على العلاقة التركية العثمانية والقديمة، اللي وقت كان في هنالك يعني السيادة العثمانية على المنطقة كانت على يعني أجساد الكرد في معركة تشالدران. لكن أوجلان يسهو أو يتغافل أو يتغابى أنه عندما قاتل الكرد إلى جانب التركي ضد الصفويين في معركة تشالدران 1514، الكرد حصلوا على إمارات شبه مستقلة، دويلات شبه مستقلة في الإطار العثماني. لكن على الواقع الأردوغاني الحالي ما في هيك شيء، ما في. يعني دائما هنالك دعوة إلى الاندماج، نفس قصة الدولة الوطنية وحقوق المواطنة اللي صدعوا رؤوسنا به من يحكمون دمشق حاليا. نفس السيناريو، نفس الكليشات، وبالتالي الآن يعني حسن الدغيم ومن يقودون دمشق وعبد الله أوجلان في خندق واحد، نفس المطالب. اللي بيطالب قسد بحل نفسه والانضمام إلى الجيش السوري، وما في تمييز وما في أكراد، وكلنا مواطنين وكلنا سوريين والدولة الوطنية. طبعا والكثير من هذا الكلام الفضفاض، يعني يعني بمعزل عن إصلاحات دستورية حقيقية يعني تعترف وبيربطوا حقوق الأقليات والمكونات بالإسرائيلي. أما مر داوود اللي بيبلش من السويدة وبينتهي على الحدود التركية، من هالكلام الفضفاض اللي يهيج الأخوة العرب ضد الأكراد. ممر داوود وإسرائيل وربط قسد بإسرائيل وربط قسد بإيران وربط قسد بالجن الأزرق والأحمر وهالقصصين، يعني عملية شيطنة فظيعة ومهزوزة ومضحكة. يعني يربطوا قسد بإيران، يربطوا قسد بإسرائيل، يربطوا قسد بالقرود السود بالجن الأزرق والأحمر والأصفر والبنفسجي. يعني هذا هو السعي الإعلامي حاليا، واللي بنشوفه يعني على ألسنة النشطاء وإعلامي حكام سوريا الحاليين. طبعا أوجلان في هذا السياق، ولأنه بالنسبة لديه الآن تركيا أولا وليست مصالح الكرد وليست حقوق الكرد. يعني حزب العمال الكردستاني في حرج ومأزق تاريخي أنه يعلن أوجلان خائنا وانهزاميا ومستسلما. يعني والحقيقة هيك لن يجد التاريخ الكردي والشرق أوسطي والعالمي شخصا مهزوزا انهزاميا كشخص عبد الله أوجلان. يعني هو خان حتى رفاقه في الثمانينات، في مطلع الثمانينات، عندما كان الانقلاب العسكري بقيادة كنعان إيفرين يقود تركيا، يعني وحول تركيا إلى السجن رهيب. مظلوم دوغان، خيري دورمش، كمال بير، القيادات المؤسسة لحزب العمال الكردستاني وقفت في وجه الدولة وسلطة الانقلاب العسكري وواجهت الدولة، بينما كان عبد الله أوجلان ينعم في دمشق. وهرب عبد الله أوجلان إلى دمشق قبل الانقلاب العسكري وترك رفاقه. في هنالك كم مهول من المعلومات
عن عبد الله أوجلان غائبة عن الوسط البحثي والأكاديمي والسياسي العربي، منها أنه أوجلان هرب من تركيا إلى سوريا ولم يستشر قيادة الحزب. اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني لم تعلم بقرار هروب عبد الله أوجلان في صيف 1979 إلى سوريا. لاحقا بعد ما هرب أوجلان أبلغ رفاقه والله أنا صرت بسوريا. ليش؟ طبعا برروا الموضوع فيما بعد أنه أوجلان تنبأ بحدوث الانقلاب العسكري. شو تنبأ؟ أنت هربت بصيف 79 والانقلاب العسكري تبع كنعان إيفرين صار بأيلول 12 أيلول أو 11 أيلول 12 أيلول 1980. يعني فرقة متر. شو متر؟ 1000 متر، أكثر من سنة ونص. فأوجلان نموذج للمفترى عليه. كيف مفترى عليه؟ حالة التضخيم والتأليه والأسطرة والمقاومة ومانديلا الأكراد، كله كذب بكذب بكذب، كله كذب. هي نفسها حالات الأسطر التي كانت تطفى على صدام حسين، هي نفسها حالات الأسطر التي تطفى على حافظ الأسد، هي نفسها حالات الأسطر التي تطفى على حسن نصر الله وعلى كمال أتاتورك وعلى رجب طيب أردوغان في حدود. لكن الموضوع متفاقم عند عبد الله أوجلان. أقله حافظ الأسد وصدام حسين وأتاتورك وقادوا دول، لكن حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبد الله أوجلان قاد منظمة يعني استفاد منها الأتراك والروس والنظام السوري ونظام صدام حسين والنظام الإيراني وأرمينيا واليونانيين والأمريكيين. الكل استفاد من هذا التنظيم باستثناء الكرد، كانوا ضحايا هذا الحزب ومنهم أنا قضيت يعني أكثر من 20 سنة المرحلة التأسيسية لي في فترة المراهقة والشباب، يعني كنت مساندا وداعما ومخدوعا بعبد الله أوجلان وحزبه، مثلما هنالك أمثال كثر من الشباب حتى الآن ما زالوا مخدوعين بعبد الله أوجلان وحزبه. باختصار حاولت أن أقدم صورة مختلفة عن ما يثار حول النداء التاريخي، وهو بحق نداء استسلام أو إعلان استسلام بامتياز من قبل عبد الله أوجلان للدولة التركية. ويريد عبد الله أوجلان إحراج الحزب ووضعه في مأزق يعني وجودي، وأن يصبح الحزب أيضا يعني شأنه شأن أوجلان ويستسلم هكذا مجانا، في مقابل أنه يعني على ماذا سيحصل أوجلان؟ يعني على إقامة جبرية. أكثر من ذلك على ماذا سيحصل؟ يعني أوجلان نجا من حكم الإعدام شنقا، ويعني الحكم كان يعني مع وقف التنفيذ. لكن هذه هي حال الكرد، دائما مخدوعين ومصدومين يعني من قيادات هذا الحزب. مشكلة الشعب الكردي ليست في المقاومة والشجاعة والبطولة والحنكة والحكمة، لكن مشكلتها إنه في القيادات، وليس كل القيادات يعني. لكن أوجلان يمكنني تصنيفه بضمير مرتاح على أنه الأسوأ في تاريخ الشعب الكردي، يعني على مستوى القيادات، الأسوأ والأكثر الحاقا للضرر بالشعب الكردي. أكتفي بذلك على أن أمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة ومجدية لمن يريد ذلك. ألقاكم على خير.